مساء الخير مشاهدينا الكرام، أنا حنان جيلاني وأقدم لكم أخبار العاشرة كالعادة. دائما نبدأ بالعناوين. كلية التجارة والعلوم الاجتماعية تخرج 738 طالب. اختتام المنافسات الرياضية لقيادة الجيش الشعبي. تدشين لعبة فيديو مستوحاة من عملية الكوماندو الإريتريون. مقتل 71 جنديا ومتطوعا في 3 هجمات جهادية في بوركينا فاسو. بعد إلحاح باماكو، مجلس الأمن الدولي ينهي بعثة الأمم المتحدة في مالي. وفاة أكثر من 100 شخص جراء موجة حر في المكسيك. خرجت كلية التجارة والعلوم الاجتماعية في الدقيق 738 طالب في مختلف التخصصات للمرة السادسة عشر في تاريخها، وتخرج 305 طالب بدرجة البكالوريوس و433 بالدبلوم. وأوضح عميد الكلية الدكتور ستيفانوس هيلماريام في مراسم التخريج التي حضرها الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة والمدير التنفيذي للمعهد الوطني لمؤسسات التعليم العالي الدكتور هيلم محتون أن مراسم التخريج تجري هذه السنة بحضور أولياء الأمور والطلاب بعد 3 سنوات عن بعد بسبب وباء كورونا. وقال إن الخريجين تخرجوا في مجالات المحاسبة وإدارة الأعمال والاقتصاد والمالية واللغة الإنجليزية والجغرافيا والتاريخ والقانون والمكتبات والمعلومات وعلم الاجتماع وعلم الإنسان بدرجة البكالوريوس، والمحاسبة والأعمال البنكية والسياحة والفندقة وعلم الاجتماع والعمل الاجتماعي بدرجة الدبلوم. خرجت كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية في الأول من يوليو 132 طالب تلقوا دورات تدريبية نظمها الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا فرع ساوا ومؤسسات التعليم العالي، استغرقت 3 أشهر. وقد حصل 26 من الدارسين على الدورات التدريبية في مجال الإلكترونيات، و45 في المنتجة، و39 في الجرافيكس، و22 باللغة العربية، وكانت نسبة 52% في الدراسات. وناشدت رئيسة الفرع السيدة منصورة إسماعيل الدارسين لنقل المعرفة المكتسبة إلى زملائهم عبر إقامة أندية. وأوضح مسؤول الشباب في الكلية السيد أبرهالي أسفو أن المعرفة المهنية لها دور كبير في تطور الأعمال والتقدم الوطني وتحسين حياة المواطنين، لذلك يجب الدفع بها قدما. وأشاد عميد الكلية الدكتور يماني سيوم بالجهة المنظمة للدورات وكذا المعلمين داعين الدارسين للمساهمة الفاعلة من أجل تحقيق التدريب أهدافها المنشود. اختتمت في الأول من يوليو في مدينة كرن المنافسات الرياضية الخامسة لقيادة الجيش الشعبي المنظمة تحت شعار الرياضة للتنمية والتصدي. شارك في المنافسات الرياضية 1100 رياضي، بينهم 252 امرأة في مجالات كرة القدم والطائرة والرماية. وقال قائد قيادة الجيش الشعبي العميد تخلي لبسو في مناسبة الاختتام إن وزارة الدفاع تعمل بالتعاون مع مفوضية الثقافة والرياضة لتنظيم المنافسات الرياضية المنتظمة والمتطورة لجميع أفراد الجيش بما يعزز الوحدة بين الوحدات ويدفع بالروح الوطنية. وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمنافسات الرياضية المقدم سجد الرفاه أن المنافسات وجدت التشجيع القوي من شعب كرن المحب للرياضة، وأظهرت روح المنافسة والتعاون والتعاضد إلى جانب عقد سيمينارات تنويرية ونفير في مقبرة الشهداء. وقدمت في الختام الجوائز للفرق الفائزة وجائزة خاصة لفريق الفرقة العسكرية 34 لفوزها بالبطولة. حضر المناسبة مساعد قائد هيئة أركان وزارة الدفاع اللواء اسمروم جرزجهير، وقائد مركز تدريب قوات الدفاع اللواء رمضان عثمان أولياي، وقائد هيئة أركان القيادة الغربية العميد أهاي مكنن، وقائد هيئة أركان قيادة الجيش الشعبي العميد ميكائيل هنس، وقادة الجيش الآخرين ومسؤولي إدارة الأقليم والجبهة وآلاف المشجعين.
نفذت في مديرية سجنيتي جولة صحية لمكافحة العمى، أجريت خلالها عمليات جراحية من 22 وحتى 26 من يونيو الماضي ل 37 مواطن من أصل 300 أجريت لهم الفحوصات الطبية. وأوضح الدكتور بسرات ولدقرقيس إجراء العمليات الجراحية ل4 أنواع من أمراض العيون. وذكر مدير مستشفى دقساء السيد إرمياس آمون أن الدراسات والاستعدادات أجريت منذ 3 أشهر لتنفيذ البرنامج. وشكر المرضى الذين أجريت لهم العمليات الجراحية في العيون عن الخدمات المجانية المقدمة. تجدر الإشارة إلى أن مكتب وزارة الصحة في الأقليم الجنوبي نظم الشهر الماضي حملات صحية لجراحة العيون في مديرية أورونا وميعيني وصنعاء لحصول المواطنين على الخدمات عن قرب في مناطقهم. شهدت قاعة الكونفدرالية لعمال إريتريا في الأول من يوليو تدشين لعبة فيديو مستوحاة من عملية الكوماندو الإريتريون معجزة 18 دقيقة عدها لوكيب ميديا. وأوضح مؤلف كتاب الكوماندو الإريتريون معجزة 18 دقيقة سولومون درار أننا نعيش في عصر التكنولوجيا، مشيرا إلى أن القائمين بإعداد هذا الفيديو وتقديمه إلى المستخدم بأساليب سهلة وجذابة يعد عملا رائعا وجبارا. وقال المهندس أمانييل آلم من معدي الفيديو إن سبب اختياره كتاب الكوماندو الإريتريون معجزة 18 دقيقة أن عملية الكوماندو ساهمت بفعالية في النضال التحرري ولها أهمية قصوى، وأن إعداده بأسلوب فيديو يسهل توصيل الكتاب التاريخي إلى المستخدم بصورة سهلة وجذابة. وقال إن الهدف من لعبة الفيديو ربط الألعاب مع العملية التاريخية وإبراز البطولات الإريترية وتمكين الشباب من الحصول على الألعاب بلغتهم. وأشاد المناضلون المشاركون في عملية الكوماندو بالشباب الذين بذلوا الجهد ل4 سنوات ونصف لإعداد لعبة الفيديو عن العملية. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء الصعيد العالمي، ابقوا معنا. قتل ما لا يقل عن 71 رجلا منهم 31 جنديا و40 متطوعا في 3 هجمات جهادية مفترضة شنت في بوركينا فاسو بحسب الجيش وقوات الأمن. وقال الجيش في بيان: تصدى المتطوعون دفاعا عن الوطن في نواكا في محافظة ساناما تاناغا ببسالة لهجوم إرهابي استهدف مواقعهم. وقال الجيش في بيانه إن هجوما جديدا استهدف جنودا في قرب البلاد، مضيفا أن وحدة عسكرية من مجموعة قوة القطاع الغربي تعرضت ظهرا لكمين بالقرب من بلدة تيا. وذكر الجيش أنه خلال المعارك قتل 8 جنود وأصيب 9 آخرون، مضيفا أنه تم تحييد أكثر من 30 إرهابيا. أنهى مجلس الأمن الدولي بعثة حفظ السلام الأممية في مالي مينوسما استجابة لرغبة باماكو، مما يقرق في المجهول بلدا ما زال عرضة لاضطرابات مسلحة. وفي 16 من يونيو ألقى وزير خارجية مالي عبد الله ديوب خطابا أمام مجلس الأمن الدولي طالب فيه بسحب بعثة الأمم المتحدة في مالي من دون تأخير، منددا بفشلها. وفي ظل هذه الظروف وبينما كان مجلس الأمن يستعد للبحث في تجديد تفويض البعثة مع احتمال تعديلها، أنهى مهمة أكثر بعثات الأمم المتحدة تكلفة 1.2 مليار دولار سنويا. وينص القرار الذي تبناه بالإجماع أعضاء المجلس 15 على إنهاء تفويض مينوسما اعتبارا من نهاية هذا الشهر. وتتوقف مهام جنود السلام الدوليين اعتبارا من الأول من يوليو الحالي، وتتركز الجهود على رحيلهم مع هدف إتمام العملية بحلول 31 من ديسمبر من عام 2023، لكن يبقى بإمكانهم حماية المدنيين في الجوار المباشر لمواقعهم حتى نهاية سبتمبر المقبل.
توفي 104 أشخاص في المكسيك بين 12 و25 من يونيو بسبب موجة حر شديدة ضربت الشمال الصحراوي والعاصمة بحسب الحكومة. وسجل العدد الأكبر من الضحايا أي 64 في ولاية نويفو ليون الصناعية شمال الشرق على حدود مكسيك بحسب وزارة الصحة. وسجلت درجات حرارة قياسية بلغت 49 درجة في ولاية سونورا شمال غرب وفق المصدر نفسه. في هذا الوقت من العام يتراوح عادة متوسط الحرارة بين 30 و 45 درجة، وقد توفي 13 شخص على الأقل بسبب موجة حار تضرب منذ أسبوعين الولايات المتحدة، التي تأثرت أيضا بتدهور جودة الهواء جراء حرائق الغابات في كندا المجاورة حسب ما قالت السلطات المحلية. في الختام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة. كلية التجارة والعلوم الاجتماعية تخرج 738 طالب. اختتام المنافسات الرياضية لقيادة الجيش الشعبي. تدشين لعبة فيديو مستوحاة من عملية الكوماندو الإريتريون. مقتل 71 جنديا ومتطوعا في 3 هجمات جهادية في بوركينا فاسو. بعد إلحاح باماكو مجلس الأمن الدولي ينهي بعثة الأمم المتحدة في مالي. وفاة أكثر من 100 شخص جراء موجة حار في المكسيك. انتهت النشرة، إلى اللقاء.